أهلا بيكم يا زملكاوية. النهاردة معانا عنوان جديد. مصدر في الزمالك بيكشف الجديد بشأن التهديد بعدم إذاعة مباراة القمة أمام الأهلي. كشف مصدر من داخل الزمالك عن تواصل مجلس الإدارة مع الشركة الراعية بشأن المستحقات اللي بتخص نادي الزمالك. تلك المستحقات اللي هدد رئيس الزمالك بعدم إذاعة مباراة القمة القادمة أمام الأهلي في حالة عدم سدادها. وأكد المصدر أن الشركة الراعية ستقوم بسداد المبلغ المستحق غدا الأحد من أجل حل الأزمة وإذاعة مباراة القمة على القنوات الفضائية. وأضاف أنه في حالة السداد سيتم حل الأمر وإذاعة المباراة، أما في حالة التأخير وعدم السداد فلن يتم إذاعة المباريات عبر القناة الفضائية وسيتم الاكتفاء بالبث الأرضي. الزمالك سيواجه الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة ال17 من مسابقة الدوري يوم 30 مارس الحالي، في الوقت الذي يتصدر فيه الزمالك جدول الدوري بفارق نقطة واحدة عن الأهلي، بالإضافة إلى مباراة المقاولين العرب الأربعاء المقبل. وده اللي قاله مرتضى منصور على قناة المحور من يومين في برنامج الزمالك اليوم مع خالد الغندور واحمد جمال اللي بيجي الساعه 11 مساء على قناه المحور يوميا طوال الاسبوع. مرتضى منصور قال ان رئيس الشركه الراعيه قال ان هو بعد ما مرتضى هدد ان هو مش هيذيع المباراه، جه قال له خلاص احنا هنصفي الحساب وان شاء الله نتكلم يوم الاحد قبل مباراه الزمالك. فطبعا مرتضى رفض قبل مباراه الزمالك لانه بيبقى قافل على نفسه في مكان مغلق بيتفرج على الزمالك وبيعيش اجواء المباراه. فطبعا اتفق معاه ان هيبقى بعد المباراه او هيبقى يوم الاثنين ان شاء الله عشان خاطر يستقر. واول ما هيجي لنا قرار باذاعه المباراه رسميا على اون سبورت بامر الله نقول لكم التفاصيل في العنوان اللي بعد كده. سلام.